إذن متتبعات ومتتبعي قناتكم للمعرفة القانونية، واش فاهم القانون؟ هذا يوسف بحار يحييكم ويجدد الترحاب بكم بعد غياب لمدة ليست بالقصيرة لظروف طارئة. نعود لكم من جديد نزولا عند رغبة مجموعة من المتابعات والمتتبعين الأوفياء لهذه القناة، الذين يراسلوني سواء عبر الهاتف أو عبر بمختلف الوسائط الإلكترونية، الفيسبوك، الانستغرام، تويتر، أو على منصة اليوتيوب، أو بشكل شخصي من خلال الالتقاء بهم. هي كلها رسائل شكر، وبهذه المناسبة أقدم لكن ولكم الشكر أيضا، وفيها أيضا نوع من العتاب. لماذا توقفنا؟ وأنا أقول لماذا توقفنا؟ الجواب جواب بسيط جدا: توقفنا لغياب الدعم. وحينما أتحدث هنا عن الدعم فأنا لا أتحدث عن الدعم المادي على الإطلاق، نتحدث عن الدعم من خلال التفاعل، من خلال أن يكون هناك شد وجذب بيننا نحن ونحن نناقش، لأن الغاية كانت هي النقاش والتفاعل، هو أن نجد أن ذلك الطالب كما يهتم لنفسه من أجل أن يكون أفضل، أن يهتم للآخرين أيضا، أن يقدم للآخرين ما يبحث عنه. فلم يكن هناك تفاعل، لم تكن هناك مشاركات لهذه الفيديوهات، وأنا لدي جميع الصفحات الخاصة بالاستعداد للمباريات، لا أشاهد أي تفاعل عليها فيما يتعلق بفيديوهاتنا أو بمنشوراتنا أو بما نقدمه من نصائح أو دعم، لأن الهدف هو أن تكون العائلة عائلة كبيرة، يجب أن نكبر. نعم صحيح، هناك 11,000 في هذه القناة، ولكن ولهم الشكر الجزيل وكل التعاطف مني لهم، ولكن هذا غير كافي، نود أن نكون أكثر. وبهذه المناسبة أقول بأن هذه اللايفات ستعود من جديد، وسيكون هناك لايف مباشر حول مباراة المنتدبين القضائيين القادمة بحول الله، وسوف نخصص هذا اللايف لنقاش بيني وبينكم مباشر حول ظروف، حيثيات، وكيفية إجراء هذه المباراة، ما هو المطلوب منا كممتحنين في هذه المباراة، ما هي المواد التي يجب أن نركز عليها، خاصة أن هناك مجموعة من المستجدات التي تعرفها الساحة القانونية وساحة العدالة. هناك مشاريع قوانين، هناك تغيير على مستوى التنظيم القضائي للمملكة، هناك نظام أساسي، أنظمة أساسية قد تغيرت، وهناك التحضير لأنظمة أساسية أخرى سواء تتعلق بالمهن المساعدة للقضاء أو لمهنة كتابة الضبط، النظام الأساسي لكتابة الضبط، أو المتعلقة بالقضاة أيضا. وأيضا سنتحدث عن كيفية إجراء هذه المباراة على المستوى الكتابي، وأيضا على المستوى الشفوي لمن سيتفوقون في اجتياز هذه المباراة إن شاء الله. وبطبيعة الحال سنتحدث عن نظام القوسين وكيف يمكننا أن نتعامل مع هذا النظام، لكن يجب أن نحدد قبل ذلك موعد هذا اللايف، متى تودون أن نقوم بذلك، وهل سنجد أي تفاعل إن شاء الله، ومن ثم سوف نختار الطريقة المثلى التي تحبونها لكي نستمر في العمل بطبيعة الحال. ثم لا تنسوا بأن القناة بها مكتبة قانونية، ودائما أقول ذلك، مكتبة قانونية لكل من يود ويرغب في الاطلاع عليها. وقد وصلتني رسالة أعجبتني كثيرا، وأن يجب أن لا نهتم كثيرا للدعم، وإنما يجب أن نعلم بأن هذه المكتبة القانونية هي صدقة جارية لكل من يطلع. هذا صحيح، ولكن أيضا نحن نتعب للقيام بهذه الفيديوهات ونخصص حيزا زمنيا كبيرا، وهذا ليس أمرا سهلا، ونرفعها وننتظر
التفاعل وننتظر المشاركة كي يكون ذلك محفزا لنا للقيام بالمزيد إن شاء الله. وكما قلت زوروا هذه القناة. لمن لم يشترك بعد في هذه القناة عليه أن يشترك وأن يفعل زر جرس الإنذار لكي يصله كل جديد، ثم يطلع على المكتبة ومحتويات هذه المكتبة التي تضم فيديوهات مباشرة وأيضا فيديوهات غير مباشرة ومنشورات على مستوى المنتدى، كلها تتعلق بالقانون، المعلومات القانونية وتثقيفية وتعليمية. يستفيد منها ليس فقط الممتحن لمباريات وزارة العدل في المجال القانوني، وأيضا المواطن العادي لكي يثقف نفسه في المناحي القانونية لكي يعرف ما له وما عليه. في انتظار ذلك كما قلت لكم لا تنسوا أن تتركوا لنا في التعليق هذا اللايف كيف يمكن أن نقدمه لكم، هل في فترة صباحية أم في فترة مسائية، هل تودونه في رمضان إن شاء الله تعالى. بهذه المناسبة أتمنى أن يدخل عليكن وعليكم بالصحة والعافية ودوام ذلك وبالسعادة إن شاء الله أنتم وعائلاتكم وذويكم. وعدا عن التوقيت أيضا كيفيات هذا اللايف، هل تودونه لايفا مباشرا أم فيديو فقط كالفيديو الذي سأقوم برفعه الآن؟ في انتظار جوابكم، وسأتفاعل مع هذا الفيديو بالذات، سأجيب على كامل استفساراتكم، وأي سؤال سيطرح سأجيب عنه فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات. اللايف المقبل المتعلق بمباراة المنتدبين القضائيين، هنا أفتح قوس قبل أن أنتهي، يجب أن تكون المراجعة ليس فقط إبان الإعلان عن مباراة المنتدبين القضائيين وبعدها ثم نجتاز المباراة نوفق أو لا نوفق ثم نقوم بطوي الصفحة لانتظار السنة المقبلة. هذا خطأ فادح. يجب أن نراجع بشكل دوري حتى تستقر المعلومة على مستوى العقل، على مستوى الذهن، ثم أن نتعود على أن نثقف أنفسنا. لا نتعود على الحفظ ولكن نتعود على التثقيف وعلى الممارسة، لأن العقل أيضا يقوم بالرياضة كما يقوم به الجسم. إذن في انتظار ذلك شكرا لكن وشكرا لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى.